السلام عليكم. تعالوا مع بعض نعمل احلى وصفة مناسبة للأجواء الشتوية اللي احنا فيها. أول حاجة معايا كيلو من البطاطا الحلوة، بقطعها حلقات سميكة وبزود عليها كوبايتين من المية وثلاث معالق سكر. برفعها على نار متوسطة لحد ما تستوي تماما وتشرب كل كمية المية بالسكر اللي أنا حطاها عليها. بعد كده بهرسها بالهراسة مع مكعب زبدة، مكعب صغير مش كبير. بهرسها كويس جدا وبحط كمان رشة قرفة بسيطة، مش بزود القرفة. وبهرسها كويس جدا مع مكعب الزبدة والقرفة. بعد كده ببدأ ان انا احط خليط البطاطا بالزبدة والقرفة في اي فورمة عندك، او في صينية بايركس، او في اي صينية عادية خالص. بفردها كويس جدا وبخليها سوا واحد. بحاول ان انا بقدر الامكان ان انا اخلي كل البطاطا او كل كمية البطاطا اللي معايا سوا واحد ومستوى واحد. بعد كده بنعمل القشطة الكتابة باسهل طريقة جدا. بحط نص كيلو من اللبن، عليها 3 معالق من الدقيق، بحط 3 معالق من السكر، بحط ظرف فانيليا، بقلب على البارد قبل ما ارفع على النار. بعد كده بحطها على النار وافضل ايدي فيها اقلب فيها، ما اسيبهاش ابدا علشان ما تلزقش، لحد ما تتقل وتبقى بالقوام اللي احنا شايفينه ده. ببدأ ان انا احط خليط القشطة على البطاطا بتاعتي. هحط كل كمية القشطة، بتبقى عبارة عن طبقة سميكة من القشطة وطبقة سميكة من البطاطا، زي ما انتم شايفين كده بيبقوا طبقتين يعتبروا متساويين. بحط بعد كده الكلام الحلو الجميل دوت في الفرن. هي مش بتحتاج ان هي تقعد في الفرن كتير، مجرد 3 دقايق تحت الشواية بس. عايزه تفتحي عليها الفرن، افتحي عليها الفرن لمده 5 دقايق 7 دقايق بالكتير. هي مش بتاخد سوا لان كل حاجه عندي مستويه. بشغل عليها الشوايه لمده دقيقتين 3، ابقى متابعاها كويس جدا وبتطلع معاكي بالشكل التحفه ده. انا هنا مقطعاها وهي دافيه مش سخنه قوي، يعني يا دوب طلعت القطعه زي ما انتم شايفينها كده سايحه في بعضها، وتحفه جدا جدا جدا. طعمها رائع جدا جدا، واحلى حاجه تاكليها في الشتاء في السقعه سخنه هتدفيكي بجد، تحفه جدا. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، ومنتظره ان شاء الله تعليقاتكم الحلوه، منتظره دعمكم. والسلام عليكم ورحمه الله.